لكل اللي قال لي في التعليقات ان الفاصوليا مش حلوه خالص في التخزين، بص بقى يا اختي، اديني خزنت معاكي ما فيش من اسبوع او اتنين، واديني جبت كمان شويه وهخزنهم كمان. لو هي وحشه انا ما كنتش جبت كمان. بسم الله ما شاء الله، جبت كميه وهخزنها زي ما خزنت شويه اللي قبل كده. خزنت معاكم ما فيش من 10 ايام تقريبا، كنت عامله لكم فيديو لتخزين الفاصوليا، والناس كتير كتبت لي في التعليقات لا مش حلوه وبتسود وبتبقى ميه والكلام ده كله. انا عايزه اقول لك ان انا ما شاء الله جميله جدا وعملتها، وكمان عايزه اقول لك طبختها في فيديو قدامكم، وبسم الله ما شاء الله كانت زي العسل. بصي بقى يا ست الكل، هنا انا جبت الكميه دي وزي ما انت شايفه كده، انا الحجم بقى اللي انت عايزاه، التقطيع اللي انت عايزاها براحتك خالص. هنا بقى قعدت كده وفرشت بقى كده في الصاله، وقعدت اقطع زي ما انت شايفه كده، واحط في الطبق اللي انت هتشوفيه دلوقتي. خلصت الكميه كلها ما شاء الله، كنت تقريبا جايبه 3 كيلو 3 كيلو ونص حاجه كده. هنا بقى مليت الحوض وهغسلهم غسله حلوه كذا مره، اغسليهم غسله حلوه قوي. واهم حاجه بقى يا ست الكل ان انت تعملي ايه بقى، للناس اللي بتقولي اللي هي بتبقى بميه بعد كده وبتسود بعد كده، ده يا ستي عشان حضرتك بتسيبي فيها ميه. يعني اهم حاجه ان انت بعد ما بتغسليها تسيبيها في المصفى كده تتصفى خالص. اهم حاجه ما يبقاش فيها نقطه ميه، لو فيها نقطه ميه دي اللي بتخليها تسود وبتخليها يعني تسود وبتبقى ميه بعد كده. بصي بقى خلاص اتصفت، وانا حاطه طبق تحتيها. جبت بقى الاكياس الحجم اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها على حسب طبختك، وحطيهم في الكيس. واهم حاجه خرجي الهواء وقفليه وحطيه في الفريزر وبالف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله 3 كيلو ونص دول عملوا كميه بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. انا كده خلاص مش هجيب فاصوليا تاني، انا خلصت تخزين فاصوليا. هخزن بقى الفيديو اللي بعده هتلاقيني مخزنه البسله ان شاء الله. كده ما شاء الله انا جبت مرتين فاصوليا، فما شاء الله انا مجرباها كذا مره وكذا والله كذا فيديو عامله لكم، وما شاء الله عن تجربه مش هتطلع وحشه يعني. وهخزن الكميه دي كلها بسم الله ما شاء الله، يعني مش هضر نفسي. لا جربيها وهتعجبك ان شاء الله باذن الله يا ست الكل. بالف هنا وشفا، ما تنسينيش لايك كده ودعوه حلوه.